تعثر ما كان ينتظره الاتحاد، خصوصا بعد سلسلة الأربع انتصارات متتالية، وتعثر بيحطم معنويات اللاعبين قبل الجمهور، لأن الاتحاد لو فاز اليوم كان الفارق مع المتصدر بيكون 9 نقاط بس، وبيعطي الاتحاد أمل بالمنافسة. عموما مباراة دخلها الاتحاد بأقل مجهود ممكن، نفس مباراة الخلود، لكن اللي فرق بهالمباراة أن تحضير اللاعبين الذهني لها سيء. يعني ما أبالغ، بس كل اللاعبين شفت منهم خطأين أقل شيء، خصوصا ديابي وكادش. والاتحاد اليوم مشكلته ما هي بقلة الفرص، مشكلته بسوء اللمسة الأولى، خصوصا عند الثلث الهجومي وتحديدا ديابي، اللي يا انها تطول الكرة عليه او انه يطولها على نفسه. وهدف ضمك يتحمل شرحيلي وكادش، ولو ان شرحيلي يتحمله اكثر. يعني ما قصرت يا شرحيلي، راقبت اللاعب اللي كان بظهر دانيلو، لكن ليش ما رجعت لمركزك بسرعة، خصوصا وانت شايف حجم المساحة الكبير. وكادش المفروض انه لاحظ حجم المساحة وغطاها عن شرحيلي. وما ادري هل بنزيما طلع للإصابة ولا قرار فني، لكن بنزيما اثبت للإدارة ان خروج صالح الشهري مثل ما سمعنا هالايام كارثة لو صارت، لان ما في فريق بالعالم يعتمد على مهاجم عمره 38 5 شهور بدون مهاجم بديل. عموما مستوى غريب من الاتحاد اليوم صراحة، يعني توقعت اشوف شوط ثاني فيه هجوم مكثف من الاتحاد، لكن الواقع هجوم عادي، وللأمانة ما توفق كونسيساو بتبديلاته. عقدة ملعب المحالة ضد ضمك مستمرة، هارد لك يا نمور ومعوضين خير.